5 أفلام لازم تشوفهم لو بتشتغل في التسويق. Part 1 The Pursuit of Happiness، وده فيلم بيحكي عن قصة رجل الأعمال جاردنر اللي بدأ حياته في مجال البيزنس في الثمانينات وفشل في مشروع حط فيه كل مدخرات عيلته، وإزاي قدر يقوم على رجليه تاني ويكون من أنجح الناس. وفي الطريق ده هتتعلم تكتيكات تسويق جامدة فعلا. The Founder، وده بيحكي عن قصة تأسيس إمبراطورية ماكدونالدز، وإزاي المؤسس رايموند كروك قدر يحول مطعم صغير في أمريكا لعلامة من أهم علامات أمريكا في العالم كله. وطبعا بيتعرض لدروس تسويقية كتير، ومنها مبدأ الفرانشايز أو بيع العلامة التجارية. 3 ذا بيج كاهونا، وده من أفضل الأفلام اللي بتناقش التسويق والمبيعات بأسلوب درامي كوميدي، هتنبسط جدا لما تشوفه. جلين جلين روز، من أهم الأفلام اللي بتناقش فكرة التسويق ومهمة راجل المبيعات. بيستعرض الفيلم جوانب مظلمة من عالم التسويق العقاري، وبيسلط الضوء على مستوى الكذب اللي بيحصل طول الوقت في النوعية دي من الأعمال علشان تحقق الأرباح. ذا كوربوريشن، من 150 سنة ما كانش فيه مؤسسات وشركات ضخمة زي دلوقتي، والفيلم ده وثائقي ناقد بيدرس طبيعة الشركات والتاريخ الغريب لبدايتها. ولما تشوف الفيلم هتلاقي نفسك بتفكر مرتين كل حاجة حواليك، تاكل ايه، تلبس ايه، تشوف ايه، تقرأ ايه.